السلام عليكم اصحابي واحبابي. عاوز اقول لكم ان في سنة 1907 كانت اوروبا في حالة انحدار، وكان في صراع بين كل الدول اللي موجودة في اوروبا، وكان خلاص على وشك الانهيار التام، لولا رئيس وزراء بريطانيا اجتمع بيهم كلهم وقال لهم احنا دلوقتي في فترة تناحر وانحدار، عاوزين تفضلوا على القمة ولا عاوزين تنزلوا لتحت؟ فقالوا له احنا عاوزين نفضل على القمة زي ما احنا. اداهم خرائط البلاد العربية كلها وقال لهم شوفوا الخرائط دي وركزوا فيها شوية. الناس اللي موجودة في المنطقة دي جوعانين ومهلهلين وبيتحاربوا على قطرة مية، بس في نفس الوقت الناس دي كلها عندهم كل المقومات اللي يخليهم يقودوا العالم بسهولة. لو بصيتوا هتلاقيهم كلهم بيتكلموا لغة واحدة، لو بصيتوا هتلاقيهم كلهم عندهم دين واحد، لو بصيتوا هتلاقيهم كلهم عندهم تاريخ واحد. هتلاقي الشخص بيطلع من تونس لليبيا للجزائر للمغرب لمصر للسودان للحجاز من غير حتى ما يحتاج لأي مترجم. أما هنا في أوروبا ففي ملايين مذاهب كتير، لغات كتير، التاريخ مختلف. احنا بنتقاتل وهم اساسا ممكن يتوحدوا في ثانية واحدة. ده غير ان هم عندهم كل الامكانيات اللي تساعدهم للنهوض، عندهم كل المواد الخام من بترول وغاز طبيعي وفوسفات ومنجنيز وذهب وكل المعادن. ده غير ان هم كمان ممكن يخنقوا العالم ده كله لو حبوا. عندهم مضيق جبل طارق، قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز، ممكن يوقفوا كل حركات التجارة في العالم. قال لهم المنطقة اللي انتوا شايفينها دي فيها سر قوتنا لو هم فضلوا ضعفة، وفيها سر ضعفنا لو هم جاموا ونهضوا. قالوا له طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ قال لهم احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة، نحط جسم غريب وسط البلاد العربية ديت. الجسم الغريب ده يكون مهمته ان هو يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، ويعمل حالة عدم توازن في المنطقة، لان التوازن بيؤدي للاستقرار، والاستقرار بيؤدي للنهضة، ولما بتقوم النهضة بيكون في قيادات صالحة بتعمل كل حاجة لصالح الأمة. ولازم يكون الكيان اللي موجود دوت اساسا يكون ولاؤه لينا احنا في الغرب، مش ولاؤه ليهم هم كعرب ومسلمين. مين اللي سمع عن الموضوع ده؟ احنا كعرب في الوقت ده ما سمعناش عن اي حاجة. اللي سمع عن الموضوع ده اليهود، طلعوا يجروا في الاول خالص على السلطان عبد الحميد في تركيا وطلبوا منه فلسطين عشان يعمل وطن قومي ليهم. رفض، فتوجهوا لأم الخبائث بريطانيا وراحوا لترومان دوت وقالوا له احنا مستعدين نكون الجسم الغريب اللي موجود في قلب البلاد العربية. وكان قائد الوفد دوت حليم وايزن. وبالفعل قالوا له احنا ممكن نكون الجسم الغريب ده مقابل ان انتوا تدونا كل الدعم المادي والاسلحه وما تسيبوناش لوحدنا، واحنا هنكون الولائنا ليكم، وهيكون كل هدفنا عدم نهضه البلاد العربيه واحداث عدم استقرار لحد ما يرجعوا. انا عاوز اعرف احنا ليه مش بيدرسونا الكلام دوت؟ الكلام ده من سنة 1907. انت لازم تعرفه ولازم تفهمه ولازم تقوله لصاحبك المغربي والتونسي والجزائري والمصري والخليجي علشان الناس تفهم. لازم تفهمه وتوصل الكلام ده لابنك وبنتك علشان يفهموا ان احنا ملناش غير حل واحد علشان نقوم وننهض. الوحدة، الوحدة يا عرب، الوحدة علشان ما يتحكموش فينا، عشان ما يجيش فردة جزمة زي ترامب دوت عاوز ياخد غزة مننا. ولو خد غزة اللي هي اخر خط دفاع هياخد كل البلاد العربية. هم مشروعهم من النيل للفرات. المصريين نايمين ليه؟ المغرب العربي نايم ليه؟ كل البلاد نايمة ليه؟ لازم نفوق. السلام عليكم اصحابي واحبابي.